منتخب الأرجنتين. إذن أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية، هذا محدثكم حسام الوائلي يحييكم، والمباراة الثانية من بطولة كأس الخليج في هذه النسخة 25 في البصرة الفيحاء، مباراة تجمع الأخضر السعودي والمنتخب اليمني. طبعا كما بغض النظر عن الأسماء فهو منتخب تاريخ، وتاريخ ناصع الإنجازات والكؤوس والنجوم الذين مثلوا هذا المنتخب اليمني. الآن يحاول أن يهاجم، أن يباغت، الكرة عرضية خطرة، هي خطرة، لكن أن نشاهد أهداف في هذا اللقاء. كرة أمامية المنتخب السعودي، محاولة الهدف الأول، تسديدة، لكن تسديدة وصلت إلى الحارس سالم الهارش. كرة من جهة اليسار، تمريرة مثالية المنتخب السعودي، يا هدف أول في بطولة الخليج في النسخة الحالية في البصرة الفيحاء للمنتخب السعودي. تسديدة أولى، تسديدة قوية، تسديدة سميحان النابت، سميحان، وهدف أول للأخضر السعودي. هدف أول، شاهد الإعادة، شاهد التمرير، هي التمريرة المثالية، لا يوجد ضغط، لعبها، هيئها لنفسه وسددها بالمباشر بالقدم اليسرى على يمين الحارس سالم الهارش، وهدف أول للمنتخب السعودي. هدف جميل، هاجم رائد الغامدي، المنتخب السعودي يحاول، كرة خطرة الآن، الأخضر السعودي، كرة خطرة داخل منطقة الجزاء، محاولة ركلة جزاء سعودية في الدقيقة 32 هذه البطولة. شاهد الإعادة، مروة تقدم، تسديدة أولى، تمركز دفاعي خاطئ، والتدخل من قبل المدافع عماد الجديمة، وعماد الجديمة يرتكب جريمة كروية من خلال هذا الخطأ، وركلة جزاء للمنتخب السعودي. شاهد الإعادة، والفار سيتدخل، والفار بتواجد القطري عبد الله المري والإماراتي أحمد درويش. ننتظر هنا اللقطة، أعتقد هناك تدخل، أعتقد أنه ركلة جزاء المنتخب السعودي. مصعب الجوير، وسالم الهارش بانتظار صافرة سلمان الفلاحي الحكم القطري، حكم هذا اللقاء، بإطلاق الصافرة بتنفيذ ركلة الجزاء. المنتخب السعودي مصعب الجوير لتعزيز التقدم، مصعب الجوير ولتعزيز التقدم، ولكي تصبح الأمور أكثر سهولة للمنتخب السعودي في هذا اللقاء. هدف ثاني، تقدم متوقع، نتيجة طبيعية جدا للمنتخب السعودي في كأس الخليج. تلعب بنظام المجموعتين بعد أن كانت تلعب بدور واحد. المنتخب اليمني يعود إلى التسجيل، هدف أول، يا أحمد ماهر، كرة سهلة، أسهل منها ما تحصل يا أحمد ماهر. الآن المنتخب اليمني، كرة داخل منطقة الجزاء، الرأسية خطرة، تبعد الكرة، كانت خطرة لكن أبعدها أحمد بامسعود. المنتخب اليمني محاولاته كانت قليلة في الشوط الثاني، كرة تسديدة لعبت بشكل مباشر من أحمد بامسعود، سيطر عليها المنتخب السعودي. تمريرة أمامية، هدف ثالث قريب، هدف ثالث، لكن التسديدة تصدى لها الحارس سالم الهارش. سعد الناصر، كرة مرتدة الآن، المنتخب السعودي يبحث عن هدف ثالث، رائد الغامدي، يا سلام على الغامدي وعلى تصدي سالم الهارش. قيدي. إذا أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية، تأتي صافرة الحكم القطري سلمان الفلاحي ليعلن عن نهاية اللقاء ونهاية المباراة الثانية من بطولة كأس الخليج المقامة حاليا في البصرة الفيحاء، بتقدم وفوز مستحق ومتوقع للمنتخب السعودي على المنتخب اليمني بهدفين مقابل لا شيء. مبروك للمنتخب السعودي، وهارد لك للمنتخب اليمني.